السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا في اسعد حال وراحة بال. النهارده بقى اخدكم جولة في الاسكان الاجتماعي في العبور الجديدة. في كراسة جديدة نازلة اخر شهر اكتوبر، والناس اللي حابة تشوف العبور الجديدة شكلها ايه تعالوا نشوف ايه عيوبها وايه مميزات العبور الجديدة. بس قبل ما ندخل على الفيديو ما ننساش متابعة للي ما بيتابعنيش، ولايك وكومنت ومشاركة او شير. وبالله عليكم يعني تفاعلوا مع الفيديو عشان ينزل لكم كل جديد، عشان ريتش الصفحة واقعة قوي. واللي ليه اي سؤال يسأله لي في الكومنت، مستنياكم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. تعالوا كده النهاردة ناخد جولة في العبور الجديدة. اللي مقدم في شقق الاسكان الاجتماعي سواء من الاعلان الثامن او من اخر اعلان نازل كله. بصوا كده، ده اسمه الطريق الخلفي بتاع العبور الجديدة. تعالوا هنطلع من فوق، كله نازل فيه العبور الجديدة دي. ده اول حي في العبور الجديده خالص، ده حي اسمه حي الحريه. طبعا كله صور لكم شكل الشقق من جوه والدنيا، انا بقى عايزه اصور لكم ايه الدنيا من بره واقول لكم ايه عيوبها ومميزاتها. بصوا في عماره كده هتلاقوا من بره في دكانه، والشقق بتاعتها من تحت عامله كده. دي بتبقى حاجات تجاريه، زي مثلا بيعملوا فيها شهر عقاري، بيعملوا فيها حاجات. دي ما بتبقى شقق سكنيه اللي في الدور الارضي اللي بالشكل ده. ده بقى شكل العماره. شايفين الرماد اللي هناك ده مول بيتبني، مول لسه بيتبني جديد، بيبقى مول تجاري بيبيعوا فيه وكده. دي اللي على الحرف دي، استنوا، دي بنزينه بترومين. تمام، ده شكل الدكانه من جوه. دي بتبقى دكانات يعني حاجه بقاله بقى اي حاجه تتعمل. ده لون تاني من الوان العماير بديزاين تاني، الشكل ده كده. ده شكل العمارة من بره. العمارة 24 شقة. بصوا في اللون ده وفي اللون ده، هو بس الديزاين بيختلف من عمارة لعمارة. دي بقى المساحات الخضراء. طبعا للأسف الشديد الناس مبهدلينها جامد، يعني مستغلينها أسوأ استغلال. بصوا مساحات خضراء كبيرة ما بين العماير، ودي غلطة للأسف، لأن نوعيات الناس اللي ساكنة هنا في الإسكان الاجتماعي، أو مش الناس اللي بتأجر الشقق بيأجروا النوعيات مش حلوة، فللأسف بيبهدلوا الدنيا طبعا لأنها مش حاجتهم. فبيبهدلوا الجناين وبيبوظوا حنفياتها وبيزعجوا الناس. فده طبعا من عيوب الإسكان الاجتماعي. يعني المفروض يكون في رقابة أكتر من كده، محدش ياخد الشقق غير اللي محتاجة. دي بقى ناس تانية كويسة، ربنا يديهم الصحة، بيحاولوا ان هم يزرعوا في الجنينة ويجملوا شكلها. يعني في اللي بيخرب وفي اللي بيعمر، كل واحد بقى حسب طبعه. بصوا اللي هناك دي لون جديد برضو خالص من الشقق، يعني كل واحد ليه ديزاين. طيب يا سمر، بما انك في العبور الجديدة او في شقة من الاسكان الاجتماعي، شايفة ايه عيوبها وشايفة ايه مميزاتها؟ بصوا ده اول عيب. شايفين المية ناشعة في الشقق ازاي؟ شايفين التشطيبات سيئة جدا جدا جدا. بصوا اللي هناك دي مدرسة ماونتن فيو، دي مدرسة تطبيقية حلوة جدا لثانوي. بيتعلموا بالتكنولوجيا والبرمجة والحاجات دي موجودة في العبور الجديد. طيب نرجع تاني للي احنا عايزين نقوله، التشطيبات. أسوأ حاجة في الإسكان الاجتماعي التشطيبات. بصوا طول ما انتوا ماشيين، بصوا عمارة تانية اهي، شايفين اهو، هتلاقوا كل العماير بالطريقة دي ناشعة مية، بلكوناتها وحماماتها ناشعين مية بسبب ان السباكة وحشة جدا جدا. تشطيبات السباكة وحشة. لازم بصوا اللي هناك دي البلكونة من تحت عاملة ازاي. لازم علشان تاخدي شقة تفرمطيها بقى من A to Z، يعني تغيري السباكة بقى وتغيري النقاشة وتغيري الكهرباء. مش هينفع تاخديها تسكني فيها كده. هتبصي تلاقي كل حاجة عندك بايظة، وعفشك بايظ من الرطوبة والنشع. هتقولي لي ده في الأرض بس، هقولك لا، فوق. بصوا العمارة دي من الجنب كده، بصوا المية في العماير دي منطقة الحمامات أو المناور والأوضة التالتة. بصوا شكلها عامل ازاي من بره،
ناشعة كلها مية. دي طبعا معرفش بقى الارض دي هيعملوها جنينة ولا هيبنوا فيها مول. هي لسه ما اتخضرتش، بصوا دي متخضرة ودي لسه ايه ما اتخضرتش، معرفش هيعملوا فيها ايه. يبقى اول عيب في عيوب الاسكان الاجتماعي التشطيبات. اي حد هيفكر ان هو هيستلم شقة هيروح يقعد فيها كده زي ما هي، مش هينفع. في حرائق كتير حصلت بسبب الكهرباء. الكهرباء ما كانتش كويسة، عملت ناس كهربية لا قدر الله يعني بعيد عننا وعنكم. حصل حرائق في اكتر من شقة هنا في العبور الجديدة. والسباكة دايما تلاقي الجيران بتنقط على بعض ومشاكل بسبب موضوع السباكة. صلح عندك، لا مش هصلح عندي. فمن الاولى ان انتوا ايه يعني بدري كده قبل ما تفرشوا او قبل اي حاجة لازم توضبوا. طيب العيب التاني ان الشقق صغيرة مش هتكفي اسرة كبيرة. يعني لو انت اب وام واكتر من طفلين هتبقى الشقة مخنوقة، وخصوصا لو الاطفال سنها كبير. بصوا ده مول محلي. يعني ايه؟ يعني تبع الجهاز مش تبع شخص. المول الرمادي اللي انا وريته لكم في الاول ده حد واخد ارض بيبنيها مول، لكن ده تبع الجهاز بيتأجر من الجهاز. وده برضو عيب تاني في الاسكان الاجتماعي، لانه بصوا الفرق ما بينه وما بين العمارة قد ايه. يعني ازعاج للسكان اللي قدامها. قهوة تحت وبصوا قصاد البلكونة، يعني ازعاج ومفيش خصوصية. طبعا ست حابة تنشر الكلام ده كله، فمش هتلاقي خصوصية خالص انها تدخل وتفتح البلكونة. فده عيب من عيوبها، ان هو مفيش تخطيط كويس ان هم يبعدوا الاماكن الخدمية عن الاسكان عن العمارات يعني. تمام. دي اوض كهرباء برضو خطر، لان في اطفال بتلعب فيها. الشقق بقى، الشقق مساحتها لو انت اسره صغيره اب وام وطفلين حلوه جدا، كل طفل اوضه وانت اوضه. لكن لو اكبر من كده هتحس ان هي مخنوقه. بصوا ده المنور اللي فيه البلكونه الصغيره وشباك المطبخ والحمام وشباك الاوضه الكبيره هتلاقوه من ورا. بصوا النشع بتاع الحيطان، تلاقوا الحيطان كلها مبلوله بسبب التسريبات بتاعه السباك. ماشي بقى. قلنا ايه؟ الشقه. الطرق دي ميزة فيها بصراحة، الطرق واسعة متبقاش زحمة، مفيش تكدس، مفيش عربيات بتقف في الطريق. ده مش في العبور الجديدة بس، ده في العبور كلها، لان في العبور الجديدة وفي العبور القديمة اللي هي بتاعت زمان بتاعت اسكان مبارك. طيب العمارات 24 شقة كتير جدا. يعني لو رحنا لاسكان مبارك هنلاقي العمارة 10 شقق 12 شقة بالكتير. فالعمارة مش مخنوقة، مساحات الشقق حلوة، العمارة صغيرة كده على نفسها. لكن هنا 24 شقة في العمارة، خانقين قوي العمارة. شايفين الطرق واسعة بس لكن عادي يعني انت ممكن تتعايش عادي. بس انا بقول لو كانت نفس اسكان مبارك كانت هتبقى افضل بكتير والمساحة كانت هتبدأ. بص ده سلوك ناس، يعني هم حاطين لهم صناديق زبالة في كل حتة وهم رامين برضو ايه على الرصيف. طيب كده احنا قلنا ميزة في الاسكان الاجتماعي ان هي الطرق بتاعتها واسعة. الشقق واسعة الأسرة صغيرة مش كبيرة، أو عريس وعروسة. لكن لو أسرة كبيرة هتبقى مخنوقة عليهم. العيوب التانية كانت التشطيبات مش حلوة، لازم تشطب. ميزتها بقى ان هي ايه؟ يعني كل العماير تحس ان هي واصلة للشمس، بيخش لها شمس. يعني بص العماير من كل الاتجاهات، ما تلاقيش عماير لازقة ببعض ولا متكدسة ببعض. هتلاقي في ما بين كل عمارة وعمارة لازم هتلاقي مساحات خضراء. فهم مهتمين برضو بإيه؟ بجزئية المساحات الخضراء. ليها ميزة وليها عيب. ليها ميزة في المساحات الخضراء الكبيرة، قصدي الصغيرة، إن هي بتدي هوا وبتدي منظر. المساحات الخضراء الكبيرة بيستخدموها هنا أسوأ استخدام، لعب الكورة والقعاد وإزعاج الناس وتقطيع الشجر. طبعا سلوك بعض الناس يعني أو بعض الأطفال. فدي مش ميزة خالص. أنا من رأيي يعني إيه، حاجة صغيرة كده أحسن من مساحات خضراء كبيرة. بصوا ده مدرسة أهي، دي مدرسة حكومي بس تشطيباتها بتبقى
المسجد، عايزه اجيبها لكم من بره عشان تشوفوا برضو ايه شكل المدارس من بره عامله ازاي. تمام. في اعلان جديد نازل، المفروض ان هو نازل اخر شهر 10 دوت. هيبقى تقريبا فيه وحدات في العبور الجديدة. فانا حبيت اديكم فكرة عن شكل العبور الجديدة من بره ايه، واللي حابب ياخد شقة هياخدها ويسكن على طول ولا لازم ان هو يشطب. تمام. لحظة بس، انا عايزة اوريكم شكل المدرسة من بره علشان ما اطولش عليكم، اوريكم شكل ايه المدرسة من بره علشان تعرفوا برضو المدارس هنا وضعها عامل ازاي، وشكل المدارس حلو ولا وحش. هي حلوة كمدرسة حكومية، بس طبعا ما بتاخدش كتير زي ده مول بيتبني، بتاخدش طلاب كتير زي المدارس القديمة، لانها مدارس من مساحتها مش كبيرة قوي يعني. اهو بصوا اللي هناك دي خالص الصفرة دي هي ديت المدارس. بصوا هتلاقي مدرسة هنا وده مسجد اهو، هتلاقوا مدرسة هنا واللي جنبها الملحق الصغير ده حضانة حكومة، وهتلاقوا مدرسة هنا الناحية التانية وجنبها مخبز عيش. فالمدارس متوفرة هنا في العبور الجديدة، وخصوصا المدارس الحكومية كمان متوفرة عن المدارس التجريبية. يا رب أكون فدتكم بحاجة، واللي محتاج يسأل عن أي حاجة يسألني في التعليقات، وبالله عليكم ما تنسوش التفاعل مع الفيديو عشان يوصلكم كل جديد. متنسوش لايك، واللي ما بيتابعنيش يتابعني، ونورتونا في العبور الجديد.